والله الانسه ندى بقالها كتير ما بتجيش. امال مين اللي بياخد باله من اداره المكان هنا مكانها؟ ويدخل اداره المكان بالانسه ندى. مش الانسه ندى صاحبه المكان ده؟ واضح ان حضرتك فاهم غلط، الانسه ندى زبونه عاديه في المحل مش صاحبته. الو. نعم. يا برنس. يا سمسم، عايز ايه؟ انا عايز عنوان ندى. لا حضرتك، الشقة اللي تقصدها دي كانت الأنسة ندى مأجراها لمدة شهر، مفروشة، بس سابتها من كام يوم. يعني ايه؟ يعني ايه طلع الكافيه مش بتاعها؟ يعني البت دي نصبت علينا؟ نصب علينا؟ علينا؟ ده احنا استوينا. طب في 250,000 جنيه ده ولا حتى الشقة اللي كانت قاعدة فيها دي بتاعتها. قابل يا عم قابل، ولا الشقة شقتها بيقول لك. سمسم، انت اكيد رحت عنوان غلط. انا سألت البواب وقال لي انها كانت مأجراها مفروش. احنا لازم نلاقيها. لا فين بقى؟ لا فين؟ ما راحت. هنلاقيها في اي حتة ان شاء الله، ندور على كل اسمهم ندى. ده اذا كان اسمها ندى اساسا. مين نادية اللي مكتوب على الخاتم دي؟ البنت دي اسمها نادية. انت بتضحك يا دكتور؟ ده بعد ما تشوف لي حل في المصيبه اللي انا فيها دي بقولك نصبت علينا وخدت الفلوس. أنا مش حذرتك قبل كده يا سمسم وقلت لك الجريمة لا تفيد، وإن الذكي في دايما اللي أذكى منه. بس احنا ما عملناش جريمه، احنا كنا قاصدين نساعدها. طيب قول لي، أنت ما حاولتش تتصل بيها على الموبايل بتاعها؟ تليفونها مقفول طول الوقت من ساعه ما سافرت، مقفول. طيب وهي ما سابتش تليفون أو عنوان الفندق بتاع لندن ده؟ ما سابتش حاجه خالص، ما سابتش حاجه خالص. لندن؟ هو حضرتك عرفت منين انها في لندن؟ حضرتك عرفت منين ان ندى في لندن؟ شيء منطقي يا سمسم، مش والدتها عيانة بالكبد، هتسافر بره تتعالج فين غير في أفضل مركز طبي في العالم لعلاج الكبد في لندن. بس انا ما قلتلكش ان مامتها عندها الكبد. لا أنت قلت لي يا سمسم. غير بس الشريط. وانا شغالك حاجه تفرفشك، ها؟ معلش يا رضا، انا مش في مود اسمع حاجه دلوقتي خالص. على فكرة يا سمسم، أنا هاخد الحاجة أسبوع كده شرم الشيخ تغير جو، بس لو عوزتني في أي وقت اتصل بيا، مش بقفل الموبايل أنا في الأجازة. طيب ممكن حضرتك تديني كتاب من الكتب بتوعك دول اقراهم وهرجعهم اول ما ترجع، انا بحافظ على الكتب. شور، المكتبة كلها تحت أمرك. ما تختار لي حضرتك حاجه على ذوقك. في كتاب قريته يجنن، لازم تقراه. خد والنبي يا رضا اركن العربيه دي على ما اخلص تليفون. اتفضل. ايه يا سمسم مالك سرحان في ايه؟ لا مفيش، تعبان شويه. سمسم انا بفكر في انه متهيألي انه من الافضل ان احنا نخلي الموضوع ده سر بينا. يعني نفكر كده اسبوع ايه اللي يتعمل، ما نتسرعش،
مفيش داعي تقول لاخواتك، انت عارف اخواتك ممكن يتغابوا عليك، انت فاهم. اكيد اكيد اكيد. انا متشكر قوي يا دكتور. حضرتك عملت معايا مجهود كبير قوي. لا شكر على واجب. كنتش اعرف انك انت دكتور شاطر قوي كده. ممكن امشي عشان حاسس ان انا تعبان؟ اتفضل.